بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله في الفيديو هعمل معاكم المنظم البسيط قوي ده، منظم فرش. شكله شيك جدا، من حاجات بسيطة جدا، من بواقي. هتعرفوا ازاي ان شاء الله هنعمله. ممكن تحطيه على تسريحتك، تحطيه على مكتبك براحتك. شكله شيك وحلو جدا وملون، بيدي بهجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة، احب اقول لكم ان الفيديو بتاعهم مع قناة اسمها يوميات بنوتة مخطوبة. القناة دي قناة بنوتة اسمها هاجر مخطوبة، وزي السكر بتوريكم جهازها، بتوريكم بتجيب ايه، بتوريكم كل حاجة في مرحلة خطوبتها. هي بنوتة زي العسل، وطبعا كل اللي بتقدمه ممكن يكون، يعني كل اللي بتقدمه مفيد لكل بنوتة مخطوبة. بتقدم حاجات حلوة جدا ونصايح حلوة جدا لفترة الخطوبة. بتوريكوا شقتها، قبل ما تتعمل وبعد ما تتظبط. ان شاء الله قناة هاجر هتعجبكم جدا جدا. انا هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ولينك الفيديو بتاعها برضو في صندوق الوصف. روحوا شوفوا قناة هاجر، سلموا لي عليها وقولوا ان انتوا جايين من عندي. وهسيبكم دلوقتي بقى تشوفوا عملنا المنظم التحفة ده ازاي. وقولوا لي رأيكم فيه في الكومنتات. بس كده، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هحتاج الفكرة بتاعت النهاردة ازازة، اي ازازة قديمة عندك، ازازة مية ما بتستخدميهاش. الازازة دي كانت عندي، اللي هي الازاز اللي هي بغطا، بتاعت المية، اللي هي بغطا وكليبس. فالغطا بتاعها اتكسر، فملهاش استخدام عندي، فعاوزة استخدمها لانها متينة. عاوزة اعمل لها استخدام، فهعمل بيها الفكرة بتاعت النهاردة. ممكن تعمليها بالازايز المية العادية اللي بتبقى عندك بتاعت البيبسي والحاجات دي. كمان معايا بواقي ورق كانسون، او ورق لوح ملون. اهم حاجة يكون ملون. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه على طول. اول حاجة انا هجيب قطر، وابدا اقص الازازه دي على المقاس اللي انا عاوزاه. القطر اهو معايا، وليكن مثلا هقص الازازه مثلا يعني لحد هنا كده، او لحد هنا علشان تبقى الفرش باينه. ماشي. هقصها بقى ايه وارجع لكم. قصيتها اهو، بس هي طلعت صغيره شويه مني، بس مش مشكله يعني. انتوا ايه، اعملوا مقاس المظبوط. جبت كمان المكوه وسخنتها، وهبدا اعملها في المكوه كده علشان ما يبقاش فيها اي حاجه ممكن تعورني، ويبقى حروفها ملساء. اهو كده تمام، عملتها بالمكوه. دلوقتي بقى بالمسطره، وهقيس كده الطول بتاع العلبه. طالع معايا مثلا 10 سنتي، عايزاها لفوق شويه كده عشان الورق يبقى طالع لفوق. 10 سنتي مثلا، ماشي. او ممكن ببساطه تجيبي الورقه مثلا تقسميها نصين، وتقيسي كده وتشوفي انت هتحتاجي طول قد ايه للورقه. انا قست كده 10 سنتي هنا، طلعت معايا اهو. النص ورقه دي هنا كده 10 سنتي، قصيتها على مقاس ال10 سنتي اهو. طيب كمان العرض بتاع الورقه عاوزاه مثلا يبقى قد عرض المسطره كده اهو. كده اخد كده واسطر. انا عاوزه العرض يبقى نفس عرض المسطره كده، علشان الورقه تبقى ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي اهو. اهو بحط كده، ده كده بدايه المسطره. ماشي. العرض بتاعها هنا كده اهو، نهايته هنا. بعمل كده واخد خط مستقيم، وبعدين اقص كل اللي انا عملته ده. وهعمل الخطوه دي في كل الالوان علشان انا عاوزه. بصوا، انا هقص كده قدامكم، هقص دي كده مثلا اهي. اجي بقى ايه، اقص اول شريحه اهي اللي انا عملتها. بمشي على الخط بالظبط علشان اقيس، علشان اقص مظبوط. ماشي اهو كده. دول التلاتة اللي انا حددتهم اهو. تمام، يبقوا ايه نفس الطول كده، او اطول شوية من طول العلبة. بالشرايح دي انا هعمل من كل الالوان اللي معايا قدها نفس المقاس بالظبط.
اهو قصيت كل الالوان اللي عندي، دول حوالي 5 الوان. سو انا بدأت بس ايه ثبت دول، هوريكم انا ثبت ازاي. حطيت اول واحدة ماشي، حطيت شمع وثبتها. وبعدين شوفوا يعني مثلا حطيت ايه، وليعتبر دي اول واحدة. حطيت شمع وثبتها، اجي من قبلها كده بشوية واروح حاطة شمع تاني كده، واخد واحدة مثلا برتقاني واروح حطاها كده اهو كده، واعمل برضو كده، اخد اسود واحدة سودا واروح حطاها كده. معلش المكان ده بس ايه علشان هي الازازة نفسها فيها يعني تانية كده ماشي. فاهو اخد شمع برضو كده قبلها، واحط مثلا رصاصي اهو كده. شوفوا تدريجة الالوان بدأت تبان ازاي، مش عارفة هي مش باينة في الكاميرا. هحط شمع تاني، بصوا قبلها كده اهو. هي سهلة قوي والله، ما فيهاش يعني اي حاجة خالص. وطبعا راعوا تناسق الالوان اهو. بس كده واكملها بنفس الطريقة. خلاص انا قربت اخلص العلبة اهي، شوفوا شكلها بقى حلو قوي ازاي. انا بعمل في اخرها اهو، بصوا انا كده وصلت للاخر. برفع بقى اللي هي دي الاولى، ارفعها كده شوية بس خلي بالكوا عشان ما تتخلعش اهو. احط شمع واحط مثلا اللون البرتقاني اهو. لو حابة تحطي لون تاني مفيش مشكلة. بصي هتحطي شمع على الورقة نفسها كده اللي هي الاخيرة دي، وتجيبي مثلا اللون الرصاصي ودخليه كده اهو، يدي برضو شكل حلو اهو. شوفوا الالوان مش باينه خالص على فكره في الكاميرا، والله شكلها حلو قوي. بصوا جميله اهي. ممكن تخليها كده، ممكن تلفيها بورقه ستان بشريط ستان، ممكن تلفيها بخيوط، باي حاجه انت عاوزاها شكلها بقى شيك. تستخدميها منظم للفرش، تستخدميها حطي فيها اقلامك، حطي كمقلمه للمكتب، منظم للمكتب. من بواقي الورق شكلها حلو جدا وشيك. بصوا كمان انا يعني هزينها كده زينه بسيطه. انا عندي بواقي شريط ستان برضو، يعني قطعه صغيره ما تجيش حتى نص متر. هلفها كده على العلبة كده اهو، من غير حتى ما اعملها بمسدس الشمع، واربط فيونكة. انتي ممكن لو عندك مثلا الشريط ده البكرة دي، ممكن تلفيها بيها مثلا من فوق كده او من النص او من تحت براحتك. ممكن تلفي خيوط لو عندك، تلفي شوية خيوط كده ورا بعض، تحطي وردية، تحطي اي حاجة، الزينة براحتك ماشي. انا لفيت شريط الستان على العلبة، هربطه كده كويس وهعمل فيونكة. اربط بس كده كويس واعمل فيها فيونكة اهي. ربطت الفيونكة، هقص بقى هقص بس الاطراف دي اخليها متساوية كده اهو وكده اهو اهو. شكلها بقى حلو قوي اهي، بسيطة قوي، من حاجات بسيطة كلها من بواقي اللي عندي. بعد كده ممكن اجيب فرش الميك اب بتاعتي
واحطها كده اهي، احطها على التسريحه يبقى شكلها حلو قوي وهيبقى شكلها شيك اهي. عايزه بس ايه اوريها لكم لانها مش باينه خالص. شكلها حلو قوي اهي، من حاجات بسيطه جدا. ممكن كمان اعملها كمنظم للمكتب، مش لازم منظم للفرش. اجيب مثلا الاقلام بتاعتي واحطها، مش جايبه الاقلام مش مشكله ماشي، احطها على المكتب هيبقى برضو شكلها حلو قوي وشكلها شيك اهي. زينيها براحتك وزي ما انت عاوزه. ممكن تلمي فيها حاجاتك اهو، احط فيها مثلا المقص ده والمقص ده، الحاجات اللي هي الصغيره بتاعتي بتاعت شغل الهاند ميد. الم فيها كل حاجتي هتبقى حلوه قوي وشكلها شيك اهي. تتحط على المكتب، تتحط على التسريحه براحتك. علبه شكلها حلو قوي وشيك اهي، من بواقي الورق. بس كده، ودي كانت فكرتي النهارده. يا رب الفكره تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فكره جديده وفيديو جديد. كانت معكم اسماء من قناه ست البيت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.